مثلا إذا اعتبرنا فاجأ كرواتيا، بلجيكا كانت محذرة ولكن أيضا لم تنتصر. إسبانيا كانت عينها على الأسود لأنهم وقفوا كرواتيا وبلجيكا ولكن أزحوهم. البرتغال كانت منتبهة جدا وقرأوا خطة الركراكي، ولكن مرة أخرى الأسود بالروح بالجماعية بالإمكانيات الفردية اللي فما نجحت. أنا جاي ونحكي مع مارسيل ديسايد قال لي كلمة، قال لي ما عمله الأسود شيء خرافي وأسطوري. قلت له علاش مارسيل؟ قال لي لأنه المنتخب المغربي الحقيقة ما كنتش نتصور اليوم على البرتغال على المستوى الذهني، على المستوى البدني، على مستوى القوة أنه يكونوا جاهزين مرة أخرى رغما عن الغيابات. المنتخب المغربي مازال ينجح. السر للركراكي وأولاد الأسود ورجال المغرب الآن ما دام وصلت سيمي فاينل كل شيء جايز، كل شيء ممكن. أنت في أرضك بين أنصارك بين شعوبك الكلنا وراك، وإن شاء الله يوم 18 في عيد وطن قطر سيكون عيد